الواحد تعب قوي من المشي يا كليوباس. واحنا قدامنا قد ايه عمواس يا لؤى؟ قدامنا شوية، على بالليل كده ممكن نوصل عمواس. تعرف يا لؤى انا زعلان جدا. عارف، هو من ساعة ما أخدوا يسوع واتألم واتعذب واتصلب على الصليب ومات، بعد كده أخدوه ودفنوه في الأرض اللي احنا مش عارفين نروحوا بسبب الحراس اللي هناك. تعرف يا لؤى يسوع وحشني كل كلامه وتعليمه لينا. مش عارف اعمل ايه. بس هو قال إن هيقوم من الموت بعد 3 أيام. زي انسان يتعذب العذابات دي ويتصلب ويموت بعد كده يقوم؟ لا انا مش مصدق. ده ما كانش أي إنسان يا كليوباس، ده يسوع اللي علمنا المحبة وعلمنا نحب كل الناس حتى أعدائنا. انا عارف ان يسوع يا لؤى، بس للاسف يسوع مات خلاص. بس هو قال إن هيقوم من الموت بعد 3 أيام. واحنا قدامنا قد ايه عمواس يا لؤى؟ قدامنا شوية، على بالليل كده ممكن نوصل عمواس. تعالى معانا، هو على بالليل كده ممكن نوصل. بس أنا عايز أسألك على حاجات كتير. هو في حد إحنا كنا معاه دايما، كنا دايما بنمشي معاه في كل مكان، كان بيعمل معجزات وبيشفي المرضى، احنا شفنا ده كله بنفسنا. بس خدوه الناس اللي كانوش بيحبوه واتعذب واتألم واتصلب وبعد كده قام. بس هو قال ان هيقوم من الموت بعد 3 أيام. بس ازاي ده يحصل؟ طب انا هستأذن بقى، انا همشي. يا كليوباس ما ترزم عليه، احنا خلاص اهو شويه ونوصل البيت. قربنا، بيتنا قريب اهو، لازم تيجي معانا. ايوه انت لازم تيجي معانا وتاكل معانا لقمه. اتفضل اقعد، حضر الاكل يا كليوباس. ايوه جاي اهو. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده يسوع! شفته يا كليوباس؟ طلع يسوع وانا ما عرفتوش. يسوع ظهر لنا يا لؤى وكان معانا طول الطريق واحنا ما عرفناهوش. هو اللي كان ماشي معانا في الطريق عشان يفهمنا، وبعد كده ما انت قلت له تعالى عندنا البيت شفتوا مدينا له الاكل وقطع كده الاكل عشان يديهولنا زي زمان، وبعد كده اختفى. ازاي ما عرفتكش يا يسوع من الاول؟ يسوع قام من الموت يا كليوباس. فرحان يا لؤى. وانا كمان احنا لازم دلوقتي نروح للتلاميذ ونقول لهم ان يسوع قام من الموت وظهر لينا. يلا يا كليوباس يلا بسرعه. احنا لما قابلناه ما عرفناهوش، لكن لما كسر الخبز عرفناه. عمواس؟ طيب وليه يروح هناك؟ سلام لكم. ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو. جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا معكم، أنه لابد أن يتم جميع المكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. هكذا مكتوب أن المسيح يتألم ويقوم في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مبتدئا من أورشليم،
وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا هنا حتى تلبسوا قوة من الأعالي. بركة الرب عليكم. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.